ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على أحد أبواب النكاح، كتاب النكاح من بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الباب الذي انتهينا منه هو باب عشرة النساء، والباب الموالي هو باب الصداقة. نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. هذا الباب هو باب الصداقة. الصداقة هو أمر لا بد منه في النكاح. الصداقة أمر لا بد منه في النكاح، وهو من الصدق كما قال أهل العلم. من الصدق كأنه ينبئ ويشير إلى صدق هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج هذه المرأة، بأنه صادق في رغبته مريد لإقامة العلاقة معها. قال إنه من هذا الباب من الصدق، ولا بأس، فإنه يجمعه به هذه الأحرف الثلاثة التي هي الصاد والدال والقاف، فلا بأس بهذا المعنى الذي لاحظه أهل العلم. يقال الصداق ركن في النكاح، لكن بمعنى أنه لا ينبغي أن يتفق على إسقاطه. أما إن عقد النكاح ولم يذكر الصداق فالعقد صحيح، لكن لا ينبغي أن يتفق على إسقاطه، فإن اتفق على إسقاطه وقع العقد باطل. قال أزوجك مثلا بنتي أو أختي من غير صداق، فهذا لا يجوز. هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما دليله من كتاب الله تعالى ففي غير ما آية. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقات، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطية. النحلة هي العطية، والعطية هي التي تعطيها لغيرك من غير أن يكون في مقابلها شيء. إذا كانت ثمنا فإنه في مقابلها المثمن، كما نحلة. لهذا يسمى النكاح الصداقة صداقا وأجرا ونحلة ومهرا، فلا ينبغي أن نقتصر في تسميته على أنه أجر. صحيح هو جاء في القرآن بأنه أجر، لكن لا ينبغي أن نستعمل هذه العبارات الغليظة في هذه العلاقة التي بين الزوجين ونشبه الصداقة بالأجر بالأجرة، لأن الأجرة إنما تعطى في منفعة يأخذها من أجر. ثم الصداق المنفعة المتبادلة بين الرجل والمرأة، كل منهما يستمتع بالآخر. فلا ينبغي، حتى وإن جاء في كتاب الله تعالى هذا الاسم، فلا ينبغي أن نعطيه هذا المعنى الخشن الغليظ الذي يفرغ العلاقة بين الرجل والمرأة من معناها الروحي الاجتماعي، هذه المخالطة الخاصة. فلا ينبغي أن نعطيه هذا المعنى الغليظ كما عليه بعض الفقهاء. الله كما قلت سماه مهرا وسماه صداقا وسماه نحلة وسماه، احنا اخترنا هذا، فلا ينبغي. والدليل على ذلك أن الأجر يقدر بحسب المنفعة. أما الصداقة سيتبين لنا أنه ولو كان أقل شيء، كما مر معكم بأنه ولو كان خاتما من حديد، خاتم من حديد شيء، بل أقل من خاتم، بل قد يكون غير ذلك من الأمور المعنوية كما سيذكر بعد. إذن فينبغي أن نقلع عن هذا التعبير الذي يشوه الدين في أنظار الناس الذين لا يفقهون المعاني، ولا سيما بعض الفقهاء يتحدث عنه بهذه الكلمات
التي فيها شيء، ويجعلونه في مقابل البضع، في مقابل هذا الأمر قدر مشترك بين الزوج والزوجة، واضح كيف؟ يجعلونه في مقابله. فقهاء يعني يحتاجون إلى التدقيق صحيح، ولكن هذا لا ينبغي أن يوقف عنده كثيرا وتستعمل هذه العبارات، ولا سيما في هذا العصر الذي يعني كثير من الناس ينفرون من الدين. لماذا؟ لأنهم يعني لم يتربوا عليه، لم يذوقوا معانيه، لم يخالط أرواحهم. فإذا الصداق هو هذا المال الذي يعطيه الزوج لزوجته برهانا على صدقه في هذا الذي يسعى إليه من الاجتماع بها وبناء أسرة صحبتها. الصداق كما قلنا مطلوب أيضا في النكاح، ولكن يصح النكاح بدونه ما لم يتفق على إسقاطه. المرأة إذا عقد عليها، هذه أحكام نقدمها بين يدي الكلام على الأحاديث الواردة. المرأة إذا عقد عليها عقدا صحيحا بمجرد العقد، فإن طلقها الرجل استحقت نصف الصداق. فإن طلقها الرجل قبل الدخول وقد عقد عليها استحقت نصف الصداق. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن هذا في حال تسمية الصداق، وهذا يدلك على أن النكاح يصح ولو لم يسمى صداق، لأن قال لا جناح عليكم وإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أما إن طلقها قبل أن يمسها ولم يكن قد فرض لها وبين لها الصداق فإنه لا صداق لها، ولكن علي لها المتعة لزوما. وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم وإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. وإن دخل بها إن أعرس إليها هنا يتكمل الصداق، يعني تستحق الصداقة كاملا، إلا إذا كان هناك عيب كما سبق لنا في باب العيوب. إذا كان هناك عيب يعني يقتضي الفسخ فإنه يعني المرأة تأخذ صداقها ويرجع الزوج على وليها الذي كتم العيب. فهمنا كيف؟ طيب. الأمر الآخر الصداق، أهل العلم يعني الصداق لم يجعل الشرع له حدا أعلى، لم يجعل الشرع له حدا أعلى. قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وآتيتم إحداهن قنطارا، صار قنطار ما تفهموش منه أنتم القنطار اللي عندكم، يعني قنطار في اللغة غير القنطار عندكم اللي هو 100 كيلو، لا. المهم وإن أعطيتم مالا كثيرا خلاص، ما دام أعطي صداقا فلا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئا إلا إذا رضيت زوجته، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا. في هذه الآية في قول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف إلا أن يقيما حدود الله، إلا في حالة الخلع. وكذلك بالعمومات اللي منها قول الله تبارك وتعالى لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. والعموم الآخر إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وهذه أيضا مالها حرام عليك. فإذا أعطاها ولو كان المال كثيرا فلا يحل له أن يأخذ من مالها شيئا إلا إذا رضيت. لكن وهذا كما قلت لكم تدل عليه هذه الآية من سورة النساء. لكن هناك قصة تروى عن عمر بن الخطاب
رضي الله تعالى عنه تنسب إليه، وهو أنه يعني على المنبر خطب الناس وهم أن يجعل لهذه المغالاة في الأمور حدا. فقامت إليه امرأة فقالت له: أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ فقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. هذه القصة لم تثبت. ثم إن هذه القصة لو ثبتت هي لا تدل على خلاف القرآن ولا تدل على خلاف السنة. الله تعالى قال: إن أعطيت للمرأة هذا المال فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئا، لكن لم يقل لك أعطيها قنطارا ولا أعطيها شيئا يعني معين. وإن كان العلماء مختلفين في مقدار الصدقة، فمنهم من حد له حدا كالمالكية، قالوا ربع دينار لا ينبغي أن ينقص الصدقة. قالوا هذا حق الله، لا يجوز للإنسان ولا يصح له أن يتزوج بأقل من ربع دينار. ربع دينار شحال يسوى اليوم؟ يعني إحنا نقدروا الزكاة النقود باش 80 مليون راهي 20 دينار شحال؟ معناه 2 ملايين، معناه على حساب المالكية لا، معناه 500 ألف. معناه المالكية يقولون لأن التقدير بالدينار، الدينار الذهبي والدينار الذهبي لا ينخفض. مع المالكية يقولون بأن الصداق لا يصح أن يكون أقل من ربع دينار. ليه قالوا ربع دينار؟ قالوا لأن ربع دينار هو الذي تقطع فيه اليد سرقة. لكن ما علاقة قطع اليد به؟ يعني علاقة لا أريد أن أتحدث، يعني هذا القياس شنيع، ما علاقة هذا بهذا؟ فقالوا لا يصح أن يكون الدينار أقل من ربع دينار. هناك من قال غير ذلك. سيأتي لنا في الأحاديث ما يدل على خلاف هذا، وأقربها إلينا مما قرأناه حديث المرأة الواهبة نفسها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس ولو خاتما. في الوقت اللي يعطى واحد، إن أعطى شخص قنطار، لكن هذا ليس معناه أن الشرع يشجع على المغالاة في المهور أبدا. بالعكس، الشرع شجع على خفض المهور وتيسير الزواج، لأن في تيسير الزواج سدا لباب الفواحش وفتحا لباب الحلال، لأن هناك سفاح وهناك نكاح. علاقة الرجل بالمرأة إما سفاح وقد حرمه الله، وإما نكاح. فمن وسع هذا الباب ضيق هذا الباب، ومن ضيق هذا الباب وسع هذا الباب. وسيأتي لنا الأحاديث التي فيها مطلوبية تيسير الصداق. فهمنا كيف؟ دلت النصوص على أن الصداق كما يمكن أن يكون ماديا يمكن أن يكون معنويا. كيف معنويا؟ تحفيظ القرآن، تعليم العلم، إسلام الشخص الذي يريد أن يتزوج. وسع الشرع نطاق الصداق، لأن كما قلت لكم رمز، وش المقصود به غير المال. وإحنا ردينا الصداق مال، المبالغات. ليه؟ ينبغي المرأة عندما تريد أن تذهب ينبغي أن توفر لها فرش، متاع، ألبسة معينة. قال بنت عمك ندير لها كذا، اللي خفاني هي تدير كيفها وهكذا. وهذا أدى بنا إلى المغالاة، فأصبح الإنسان عندما لا يقدم على الزواج إلا بعد أن يأخذ يعني احتياطاته ويجمع المال، وربما يقضي ظهره وهو ينصب ويتعب ويكدح لكي يتزوج، وربما لا يقدر على الزواج. وهذا كله من صنعنا. وربما في بعض البلدان أكثر منا يرهقون كاهل الزوج بمال، وهذاك المال ما ينجمش يدفعه، بصح يبقى في ذمته ربما 40 عام. نهار اللي يبغي يطلق يقولوا له بغي تطلق جيبه ضرب. يعني ما تصوروش هذا موجود. هذا موجود في سوريا، موجود في لبنان، موجود في بعض البلدان المشارق، موجود في بعض دول الخليج. يعني الرجل يتزوج بمبلغ كبير ويكون مؤجلا، نهار اللي يبغي يطلق معناه يولي هو ما يطلقش، يعيش مع مرته في جحيم ولا يطلق. ليه لا يطلق؟ هذا كله من تصرفاتنا. ما أنزل الله
بهذا من سلطان، فضيقنا باب النكاح وأشرعنا أبواب السفاح. إن هذا باختصار، لعلنا نرجع إلى الحديث الذي استمعنا إليه من الشيخ بارك الله فيه الشيخ أبو عمامة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية وجعل صداقها عتقها. اعتق صفية. صفية هذه من ذرية هارون أخي موسى عليه الصلاة والسلام. مات أبوها يعني في الأحداث التي وقعت في المدينة مع اليهود، لأن أباها كان يهوديا، ومات زوجها في غزوة خيبر. وعندما انتصر المسلمون في غزوة خيبر أخذها دحية الكلب وقعت في سهمه، لأن الأمر كان يومئذ أن الحروب التي تقع بين الناس الذراري والنساء يسبين ويصرن إما مملوكات لمن للجهة التي سبت، وقد يحررن كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد، معناه اسمح له طلبوا، وإما فداء، والله استرقاقا، وإلا استرقاقا، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب. كيف تضع الحرب أوزارها؟ يعني حتى تنتهي. هناك من السلف من قال الحرب لا تضع أوزارها حتى تقوم الساعة، وهذا ورب حق. الحرب ما تنتهيش، الحرب لا تنتهي، اليوم تعاود تشعل غدا، كما هذيك النار اللي تكون في القشقاش طفيها هنا وهي راهي ليه. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، لأن سنة التدافع بين المخلوقات لا تنتهي. التدافع، والتدافع بأنواعه، بالجدال، بالحجاج، بالقتال، حتى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وربنا لا يرضى أن تفسد الأرض. هذه الحرب اللي في غزة خلت الغرب يريد النظر في حساباته، ولا لا؟ كان مغرور بالطائرات وبالصواريخ وبالجوساسة، كان مغرور الغرب، قال خلاص مالكت زمام العالم، سلط عليه ربي ناس مساكين على حالهم قاعدين في 4 أمتار مربعة ثم قلبوا له الديوان. صحيح نحن لا نعرف كيف تنتهي هذه الحرب، ولكن إذا قلب كاع الموازين مش يقلبها، والله قلبها. كاع الحسابات اللي كان خسر، تصوروا انت 14 طائرة تجسسية أنواع مختلفة كلها ما أجدت ولا نفعت. إذن هذه السنة تاع التدافع مالها لا تنتهي، لأن الله لا يرضى أن تفسد الأرض، فلا بد. إن لم تزيل الفساد ماله قللته، ما الآخر يعود حسابه. ذلك الغرب كله يريد أن يقيم دولة فلسطين، خاص عرفوا بأن هذه الدولة إذا قامت بالك يريح 11 سنة ولا 15. هو والله لا يريد إقامتها، ولكن ما لقاش، فهذا خير منها. فهمتوا كيف؟ أنا ذكرت هذا استطرادا، وهو أن سنة التدافع لا تنتهي، وذكرتها بمناسبة يعني الرق، الاسترقاق. فإذا صفية تكون هي صفية رضي الله تعالى عنها وقعت في سهم دحية الكلب الذي كان جبريل عندما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في صورته، كان أحيانا يأتي في صورة دحية الكلب لينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فوقعت في سهمه. النبي صلى الله عليه وسلم أبدله بها غيرها. لماذا؟ لأن أبوها زعيم ورجلها كذلك، فكانت عالية المنزلة، فانتشى لها النبي صلى الله عليه وسلم من الهوان. والنبي صلى الله عليه وسلم كل نساء اللي تزوجهم إلا امرأة واحدة اللي تزوجها بكر، باش تفهموها. الغرب يقولوا النبي كان شهواني، حاشاه الله ما كان كذلك، لكنه بشر، ما هو يعني مجرد من طبيعة البشر في هذا الجانب، يعني ألم يكن له أولاد، هذا بشر، لكنه ما كان شهواني. النساء اللاتي تزوجهن واحدة تزوجها بكر،
لو كان عينه هو كما قالوا هما لعنة الله عليهم لعائن الله كذلك فلا تزوج أبكارا. وربي قاله لا حتى في القرآن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لكنه ما تزوج بكرا إلا مراته الأولى اللي تزوجها ما هي بكر من خديجة. إذا هذا الكلام اللي يقولوه الغربيون الكذابون والمستشرقون كله كذب. وإن تزوجها لأغراض لمصالح، هذه أرملة وهذه كذا وهذه كذا، كما هذه التي تزوجها كانت مملوكة ولكنه أكرمها بهذا الزواج. واضح؟ كيف تزوجها؟ هي كانت مملوكة لأنها وقعت في الأسر. وكما قلت لكم مرارا فإن الشرع قد فتح أبوابا كثيرة لتحرير الرقاب، من بينها تزوج الآمات وجعل عتقها صداقة. هي راهي مملوكة، وأنتم تعلمون بأن المملوك يستمتع به مالكه من غير زواج. النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقة. هذا المقصود. أعتقها يعني المملوك لكي يعتق ربما يشترى بمال كثير، وإحنا الصداق قلنا خاتم حديد، فجعل عتقها صداقة. لكن هذا العتق وكونه يجعل صداقا مختلف فيه بين أهل العلم. لم يقل به من الأئمة الأربعة الإمام أحمد وهو ظاهر. أما الأئمة الآخرون قالوا هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا امتلك الشخص امرأة رقيقا، والآن ما بقاش، لكن احنا رانا نتكلموا في أمور في كتاب ربنا وفي سنة نبينا لنتعلم. إذا حصل ذلك وأعتقها وجعل عتقها صداقها جاز، ولا يحتاج إلى عقد لأنها كانت ملكا له. واضح؟ ولا إلى صداق، لأن الصداقة هو عتق. فمن هذا إذا في هذا الحديث أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. جمهور العلماء يرون بأن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال. الحديث الموالي وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مقدار ما تزوج به النبي صلى الله عليه وسلم من الصادقات، من الصداق. ما هو المقدار؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم كان صداقه؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أولا قول عائشة هذا أغلبي وليس مضطردا في كل زوجاته، فمن ذلك خديجة ما كان هذا صداقها بالظاهر، ولا أم حبيبة، لأن أم حبيبة دفع صداقها النجاشي ملك الحبشة بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني هو زوجه، هو معناه دفع الصداق، فهي لا تدخل هنا. واضح كيف؟ معنى هذا الكلام من عائشة رضي الله تعالى عنها أغلبي، وكذلك صافية فصداقها لم يكن 12 أوقية. ماذا كان صداقها؟ العتق. إذن هذا أغلبي. كم كان صداقه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه أو صداقه لأزواجه 12 أوقية. الأوقية هذه بالدارجة احنا عندنا ولا لا؟ لكن دوك ما بقاش عندكم. بكري كان يقول له جيب 2 وقايات. احنا دركناها، كانوا والدينا وكبار يقول له روح عند فلان جيب لي وقيتات، حاجه له تعقل عليها وانت صغير. صغير انت شوي مالا خلق يعني. لكن كاين جماعه هنا اللي يعرفوها، وهو كان يعني كانوا يشولتي بالوقيه، شولتي
الرقية كم؟ الرقية حوالي 120 جرام ولا لا؟ قال لي راه عارف هنايا. نعم؟ لا بأس راني قربتها شوية. إذا الرقية هكذا كان يشتري الشاي هذا يشرب الرقية، كان يوزن، مش كما الآن راه علبة ديها خلاص. وأخشى أن الصينيين والله أخشى هذا، وأكاد يعني يغلب ظني بأن الصينيين ستشربون معهم الشاي المصنوع من البلاستيك. قلتها مرارا وأعيدها، لأنهم يصنعون الآن البيض، التكنولوجيا الحديثة البيض يصنعوه الآن، ماهوش بيض يعني طبيعي، غادي يوصلوا به يشربون الشاي تاع البلاستيك. فهمت؟ يعني أنا ظني قوي أن هذا سيفعلونه. كيف؟ المهم قلت لكم بأن يعني الرقية هذه يعني وزن الرقية اللي راهي موجودة هنا في الحديث، نعرف وزنها بالدراهم، والدرهم نعرف وزنه الآن. من أين نعرف وزن الدرهم؟ نذهب إلى المتاحف. المتاحف فيها حوايج احنا نحتاجوا هذا، صح ماشي كما نديروا فيها الأصنام والتماثيل. صح المتاحف الإنسان كي يروح لها أحيانا يستفيد منها علما شرعيا. أو أنت تشوف الدينار شحال وزنه، الدينار وين تلقاه؟ في داري أنا تلقاه في المتحف. أنت وين تعرف 20 دينار شحال توزن؟ تروح على المتحف. يعني المتاحف فيها شر ولكن فيها جانب، لكن الحمد لله ذاك جانب الخير راه محفوظ في الكتب، ومحفوظ في كتب الفقه وكتب العلم. فأنت تذهب الآن تعرف هذا، تعرف الدينار شحال، تعرف الميزان، تعرف كذا. يجيك يقول لك هاي شعرة النبي يخلط عليه كذا، هذا سيفه، هذه بلغته، ما هو يخلط يعني. هذا هيك كما راهم فاتحين في بعض الدول بعض المتاحف. مشكلة، هذا ليس صحيح. كيف قلنا؟ قال كان صداقه لأزواجه 12 أوقية. الأوقية يعني الأوقية كم درهما؟ 40 درهما. نعرفوا الوزن تاعها. الأوقية 40 درهما من الفضة. 40 درهما يعني نذكر مسألة واحدة أخرى. نصاب الفضة عبارة عن 5 أواق. نصاب الفضة اللي يزكي به الإنسان عبارة عن 5 أواق. الأوقية كم درهما؟ 40. 5 أواق كم درهما؟ 200. كل درهم فيه 3 غرامات بالتقريب. شحال يولي نصاب الفضة؟ 600 غرام. 600. إذن الآن كون كل درهم فيه 3 غرامات، الآن شوف لي شحال يكون فيه 12 أوقية. 5 في 5 6 شحال؟ ما درتوش الحساب، ما عندكمش الحساب فيه هنا. 25. نعم 25. شوفوا في الحساب مليح. 125. 12 أوقية معنى ذلك 600 غرام زيد، معنى 700 غرام. إذا قلنا كل درهم فيه 3 غرامات، وهي عبارة عن 12 أوقية. 5 أواقي 200 درهم ولا لا؟ 5 أواقي كم فيها؟ 200 درهم. و5 أواقي 200 درهم. المهم الأوقية فيها 40 درهما، والدرهم 3 غرامات بالتقريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صداقه لأزواجه 12 أوقية. النش نصف أوقية. النش يعني النش عندهم نصف أوقية. فيمكنك أنت أن تعرف ما كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم بالجرامات من الفضة. إذن هذا، ولكن هذا كما قلنا أغلبي. قال هي وش قالت فتلك 500 درهم. 500 درهم نضربها ب3، 1500 جرام فضة. 1500 جرام فضة. شحال 1500 جرام فضة؟ أنا كيلو أو 1000 شحال 1000 جرام. تلفتوا كلش بلاد كيلو وربط. بس ما تحسبش الفضة الآن بسعرها الآن، الفضة في سعرها يومئذ. فهمت كيف؟ إذن هذا صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أغلب
نسائه، في أغلب نسائه. سبق نفهمك على حاجة حتى وإن كان هو هكذا. الصداق الآن هذا ما تجعلش مقياس. لماذا لا نجعله مقياسا؟ لأنه إذا طلب أولياء المرأة بالغلاء ارجع إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لكي تعرف ما ينبغي أن يكون عليه الصداق. فهمنا المعنى؟ إذن كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية. نصف أوقية، فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وكما قلنا بأن هذا يعني إذا أراد الشخص أن يتزوج فولي الزوجة هو الذي يطلب الصداق. مرد اليسر في الصداق إلى أقواله صلى الله عليه وآله وسلم. ربما واحد يقول لك هذا كيلو ورقل نتاع يجيه كثير يعني، واضح؟ زين. وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة، هي صغرى بناته صلى الله عليه وسلم، صغيرة فيهم، ولدت الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم، كل هؤلاء ما لهم؟ يعني أولادها فاطمة رضي الله تعالى عنها، وماتت وعمرها يعني 20 أو نحو ذلك. هذه من؟ فاطمة. ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة. وعندما يعني دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بقرب أجله فبكت، ثم أخبرها وتكلم إليها فضحكت. فسألتها عائشة رضي الله تعالى عنها يعني وأخبرتها من بعد ذلك، أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به، فضحكت لأجل هذا. فينا من يضحك بأنه سيلقى ربه ويغادر هذه الدنيا ويفرح بذلك. طيب، إذن وقد تزوجها علي بن أبي طالب كما قلنا. قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن الصداق وإن كان يجوز تأخيره عن الدخول، إلا أن الأفضل أن يقدم شيء منه. علي ما عنده والو، ما الذي عند علي؟ لا شيء. ماش قال؟ قال ما عندي شيء. والله غريب، يا رجل من علي بن أبي طالب ومنزلته كذا، ما عندي. قال ما عندي شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأن عنده ترس الذي يقي به طعنات، درع الذي يضعه على صدره وعلى بعض جسده حتى يقي به نفسه من طعنات الرماح والله من السهام والله من ونحو ذلك. قال وين راه الدرع عندك؟ معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف اللي عندها الدرع. قال وين درتها؟ حطمية نسبة إلى قبيلة، يعني كان السلاح والثياب ينسب إلى القبائل، كما مثلا ثوب ساحولي، ساحول في اليمن، ذوك راه ينسب داو جونز ونايك، وكاين اللي عندها الويطي، هذا الوطن تاع الباشرة، يروح يدبر عليه واحد يخيط له نايك. لو كان غير جات في اللوطو ثاني نقولوا معليش، هو يخيط فيها ويكتبها نايك، والله ما شفتوهاش؟ ويدير لها يحرفها كيما هكذا، ويدير لها ذاك الرمز نتاعها ويلصقها. شي يا رجل، لو كان جاتك في السيارة راهي حديدة جات كيما راهم يزيفطوا لنا لوطو فيها يسموه هذا صليب، نقول لك بصح انت بروحك تكتب فيها نايك ودي عند واحد الباشا تكتب فيها نايك، مصيبة. ماشي كيف هذا؟ يعني قصدي أن هذا الثوب كيف؟ هذا ثوب يعني الدرع هذه كيف؟ حطامية، معناها منسوبة إلى قبيلة من القبائل كانت تصنع الدروع،
يا صاحبي داود عليه السلام كان يصنع الدروع، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات الأرض الرسل. هذه قبيلة كانت مشهورة بأنها تصنع الدروع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له وين راه الدرع نتاعك الحطامي؟ كان يعلم أن له درع حطامي. هل أعطاها الدرع أو لم يعطيها شيئا الله أعلم، يعني لم يذكر في الرواية، ولكن هذا يؤخذ منه أن الإنسان قبل أن يدخل بالمرأة حتى ولو كان الصداق مؤجلا أن يعجل لها شيئا. داير لها شعرك ما ديروا معدل شعر عندكم هنا 30 يا ولد 30 وطقم، والطقم كاين من كذا حتى لكذا. على بالك كي تقول لها طقم هذا ما طقم ذهبي، انتم تقولوا غير كي هذا سامر ماش عارفين شنو تاع يخبط شحال يخبط 25 طلع قيمة 25 طقم ذهبي. رخصوا. ولا تعتقد، لا ينبغي بحال أن تعتقدوا أنه إذا غلا مهر المرأة سعيدة، والله ما كان. ابحثوا عن الرجل الصالح إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بس كيما تحوسوا على الرجل الصالح، ثاني ربوا بناتكم بيكونوا صالحات، ويلتقي هذا من هذا تنشأ الأسرة الطيبة. تنكح المرأة لمالها، وفي الأخير قال أظهر بذات الدين، تلقى ذا مع ذا. أما الإنسان يعتقد باللي هو مع المهر غالي معناها الرجل مليح، هذا كاع ما كاش منه. عاولوا على حاجة واحدة. طيب، قلنا قال له أين درعك الحطامية؟ زيدنا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. هذا الحديث نستفيد منه أشياء، من بينها أن المرأة إذا عين لها الصداق قال هذا الصداق نتاعها، لمن الصداق؟ للمرأة، ولا ينبغي التصرف فيه. احنا عندنا الأولياء نتاع المرأة شي يدير؟ كي راجل يعطيها الصداق قال باغي ندير لها 6 الحوش، باغي ندير لها 10 مخال، باغي ندير لها مضربات. المرأة إذا راهي عاقلة وكبيرة هي شاورها، ما بغيش دير هذا، بالك ما بغيش دير. كثير من النساء ذهبت بذلك الفراش، ذهبت به إلى زوجها وبقى ثم حتى رشوه لم يستعمل إلا في النادر. المرأة مادام عاقلة وراشدة تشاور، ربما لا تريد هذا. ونزيد لك حاجة، كاين حاجة يعني أنا نتكلم لكم على أمور اجتماعية نعرفها. كاين إحنا عندنا عادة، وهذه العادة أنا نسيت نتكلم لكم عليها قبل، وهي يجوا وحدين يديروا الخطبة، يخطبوا يتكلموا، مازال ما عقدوش يقدموا الصدق. لو كان يبطلوا هذاك الصداق يديروا فيه، لو كان يعقدوا راه باين. احنا عرفنا بأنه إذا عقد على المرأة كم لها؟ طيب ما عقدوش، كنت تعطونا هذيك البنية نتاعكم من ولدنا وكذا، قال يا إن شاء الله رانا نعطوكم إن شاء الله. هذا ماهوش عقد. طيب يحطوا لهم ثم الصدق. أي غدا المرأة بطلت ولا الرجل ذاك بطل، الصدق يديروا بها؟ لا حق لهم في الصدق. هما كي يقلبوا المال ما يردوش، يجوك انت يسولوك. هذا لا حق لهم في الصدق، لأن الخطبة وعد بالنكاح يجوز الرجوع عنه. مادام غير خطبين يجب يقولها بطلت، ما كانش عقد. احنا نقدموا الدراهم، معظم الناس يقدموا الدراهم، يجيب لك الدراهم يجيبهم في علبة ولا في كذا ويمدهم. يا رجل على أي أساس مديتهم؟ نهار اللي تعقد مد، الشرع جوز لك حتى من بعد تمد. انت ماشي مديته مع العقد، مديته انا ما نسولكم عليه يمدوا قبل يوجدوا رواحهم عباية قسنطينة. هاني نقول لك انا والله انتم بالك عندكم عباية في الغرب، عباية قسنطينة ومش نعرف، ويليق هذا ويليق المضربات هذوك تخدمهم وحده، والحوفات هذيك روح صنعهم. الوقت ضيق، لكن تشوفوا العادات اللي ما شرعها لا ربي لا النبي، عسرنا صعب الزواج. أيوم بعد هو كي مازال ما عقد، في الحقيقة لا حق لها في ذلك الصدق، هو يبطل وهم يكونوا شراوهم الحوك. كي دير انت كي يجوا يسولوك شنو تقول خليفة؟ أنا نقول له ردوا لها الحوف. هو اسمح لي اللي ضربته يدو
ما توجعوا. شو نقول لك؟ نقول هذا كل الحروف اللي خدمتهم لا أعطيهم له ولا قومهم لهم دون الصدقة وما عندهمش دراهم نفقوهم. هو يبطل وينجم يبطل الإنسان مع الخطبة. الخطبة ماهيش زواج. كاين بعض طلاب العلم يقول لك لا ذا عقد وراهم قبلوا. لا، أحيانا كي تسولها فتحتوا خاطر راكم تسموها فاتحة كل ما فتحناش، إذن هو ينفي حصول العقد. ولذلك ما تقدموش الصداق قبل العقد لأن في إشكالات، سيما إذا الرجل ما عرفش المرأة يراها ينظر إليها إن أعجبته وأعجبها ثم يا سيدي بسم الله نعقده. إذا عقدنا أعطاها الصداق. طيب وين كنا حنايا؟ إذن الحديث الذي سمعتموه الصداق إذا سمي لمن هو؟ للمرأة. مالها صحيح إذا كان المرأة صغيرة أبوها عنده راي والله يمد رايه والله يتصرف، بصح الأصل هو أن المرأة الراشدة العاقلة يتصرف في صداقها. طيب إذا كان أعطي الصداق باين قال الصداق راه كذا، كان هناك وعد ما لم يعطى المال وإنما كان هناك وعد مع العقد. قال ودي ها هو الصداق وإني أعيدها بشيء، ذلك الوعد لها. ما كان بعد العقد فهو لوليها إلا إذا عينت هي. هذا مضمون الحديث. معنى هذا يبين للأولياء بما يتدخلوش في صداق المرأة ويتصرفوا فيه من غير إذنها. اسمعوا الحديث الشريف. أيما امرأة، هذا عموم مهما كانت المرأة، أيما امرأة صغيرة ولا كبيرة، ثيب ولا بكر، أيما امرأة نكحت معناه تزوجت على صداق أو حباء عطية. احنا عندنا هذه كي نسموها احنا في الدارجة يقول لها هي حبيلة، هذه من هذا المعنى. هذا شيء بابا هذه من هذا المعنى يا حبيلة. أيما امرأة تزوجت على صداق أو حباء من عطية أو عيدة، وعد. العيدة احنا كي نسموها الوعدة. الوعدة على بالك ما عندها لا أبو لا أم. حتى في العربية ما كانش كاع كلمة وعدة، يقولوا العيدة. وعد يعيد عيدة، وصف يصف صفة، حذفوا لها الواو احنا خلينا لها الواو. ها وعدة ما كانش يعني. كان ولد القاسم يقول هذه ما عندها لا أبو لا أم. طيب أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عيدة قبل عصمة النكاح قدام العقد، هذاك لمن فهو لها. لا ما يجيش يقول لا ودي أنا ضعطاوها على جلي، لا هي لا. وما كان بعد عصمة النكاح بعد العقد، يعني بعد اللي درنا العقد ينجم الزوج قال باغي نكرم باها والله نكرم خوها والله ما نعرفش، لكن قبل ذاك لمن؟ لا، لأن هذاك باين بأنه صداق أو توابع صداق، وهذاك اللي من بعد خلاص هو ذكر عقد ما يعني فيكون ذلك الذي بعد العقد لمن سمي له. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. إذا كانت الزوجة أعطيها لا راه ليها، إذا كان البو ولا الخو ولا العم ولا واحد قريبا راه ليه ما يتدخلش. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مهما: وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته وأخته. يعني مع الشرع ما يمنعش به الزوج يكرم أب المرأة أو أخاها أو عمها أو نحو ذلك، ما يمنعش، ولكن الشرع أراد أن يفرق بين متى يكون هذا المال للمرأة ومتى يكون حتى لا يقع الخلط. قال هذا أعطاه لي أنا، لا إن كان قبل فهو للمرأة، إن كان بعد فهو لمن سمي وأعطي له. فهمنا هذا المعنى؟ تفضل. وعن علقمة
وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليه العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. هذا الحديث في المرأة التي عقد عليها الشخص ولم يفرض لها صداقة ومات قبل أن يدخل بها، ماذا نصنع؟ تزوجها بالعقد، لم يفرض لها صداقة، العقد صحيح ولا لا؟ ما الدليل؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تكونوا فريضة. إذا طلقها ولم يفرض لها فريضة ما لها؟ ليس لها شيء من الصداق. ما الذي يقوم مقام الصداق؟ متعة. طيب هذا تزوجها ولم يفرض لها صداقا ومات ولم يدخل بها، ما الحكم؟ لو كان نقيسها على الذي تزوج ولم يفرض لها صداقا وطلقها، شو نقولوا؟ قولوا ما عندها والو، لأنها لم يفرض لها. الشرع جاء بخلاف ذلك، فعامل المتوفى عنها زوجها الذي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا بأن جعل لها صداق مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث. ولهذا بعض العلماء قاس المتوفى عنها على المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها، فقال ما عندهاش الصداق، عندها الميراث لأنها بالعصمة. لكن الحديث هذا دليل على أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ثم مات أن لها صداق مثلها. صداق معناه النساء اللائي في منزلتها، صغر كبر، كونها بكر، كونها ثيب، كونها كذا، كونها كذا. نشوفوا قالوا دي النساء اللي كيفها ما صدقاتهن قال كذا. فمن هذا إذا المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ليست كالمرأة التي طلقت ولم يدخل بها ولم يفرض لها، هذه لا صداق لها ولها المتعة، وهذه لها الصداق زيد وعليها العدة ولها الميراث. عبد الله بن مسعود سئل عن هذه النازلة، ما كانش عارف الحديث، واش يدير؟ عالم. العالم إذا ما عرفش ربما الحديث يكون موجود ربما ما يكونش موجود، اجتهد. واش قال؟ سبحان الله، الإنسان العالم إذا خلص لله تعالى وصدق يعني في غالب الأحيان اجتهاده يصيب الحق وربما يخطئ. نقرأ لكم الحديث. وعن علقمة عن ابن مسعود، معناه هو يقول أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، واحد، لا وكس ولا شطر، ما تزيد ما تنقص، مثل نسائها، لا وكس، الوكس النقص، والشطر زيادة والمبالغة، وعليها العدة ولها الميراث. كتاب هذا النشر حتى الإنسان العالم هذا حتى ولو لم يحضره النص دمه يكون قد أشرب، روحه يكون قد أشرب الشرع ومقاصده ومراميه، فيصيب في الغالب. ولا ينبغي أن نشبه رأي العالم الشرعي كرأي فيلسوف عالم الاجتماع ومدرب كرة القدم. لا، هذا رأيه ما هوش رأي، هذا رأي له أركان، له يعني مراجع، له راه مشرب بالحق وبالخير، ففي الغالب يصيب. ولهذا عبد الله بن مسعود افتى بهذه المسألة اللي هي كما يقولوا على خلاف القياس. بصح أنت لم تقيس امرأة متوفى عنها على امرأة مطلقة، مش كيف هذه راهي مجروحة وكذا، الشرع راعاها.
لأنها هي عقدت. نعم شيخ هذا يرد أن هذا الصداق في مقابل بضع. الله يجزيك خير، ممتاز. وهذا يرد أن الصداقة في مقابل البضع، هذا مدخل بها نور، هذا يرد. هذا يندرج فيما ابتدأنا به من أنه لا يحسن أن يقال بأن الصداق في مقابل البضع، لأن البضع هذا أمر مشترك، وهذا من الشواهد على هذا الشرط. الشيخ من المكلف بدفع السنة؟ نعم. من المكلف بدفع زوجه إذا مات؟ نعم. إذا مات ميراثه، من ميراثه، كأنه دين، الدين يبتدأ به قبل الوصية. قال طيب هو لما افتى قام رجل معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة سموه بروع بنت واشق، امرأة منا، امرأة من أشجع، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود بها، ففرح بها ابن مسعود، يعني ما فرح بشيء بعد الإسلام كما فرح بهذا، لأنه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه عندما أفتى ما كانش مستيقن، الفقه ظنون، ولكنها ليست الظنون المذمومة، أفتى بما غلب على ظنه، فوفقه الله، فرح فرحا شديدا ليه؟ قالوا له هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. لكن أهل العلم بعضهم كالمالكية قال لا، قال ما عندهاش الصداق، ما عندهاش الصداق. تفضل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. تصورتها وصداق هنا يعني يجوك السويق هو يشبه الروينة، يعني ربما بعض الناس يضحكوا شوفوا كيف سهل الشرع الصداق، كيف عصبنا هنا. ها قرأوا الحديث هذا مش انتهى، مش يعني قلنا احنا عندنا حاسب، يعني ربما يقول له الواحد ربما يضحك، مش يضحك حاشا على ما في الحديث، ولكن كذا لأنها رمز هذا اللي عنده. شوف الحديث قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا، دقيق نتاع قمح ولا نتاع شعير يتحمص ينقلع، مش ينقلى بالزيت كما عندنا. كلمة المقلو ماهوش هو المقلي بالزيت دائما، لا، المقلو معناه اللي يحمصها كما انتم تحمصوا، كما كاين اللي يحمصوه كيسموه قلية. كان يقول له اللي عشاه قلية يبداه عشية. علاه يبدا عشية؟ لأن الوقت يطول غير عيا وما يشبعش. إذا السويق هو هذا الطحين الذي يصنع من القمح أو من الشعير أو من غيره من الحبوب، ويضاف إليه عسلا أو سمنا، هذا يسمى سويق. والنبي صلى الله عليه وسلم افطر على السويق، هذا صايم قال لت لنا، فوجدنا شوي سويق افطر عليه، هذا ما مش غادي يفطر على الميض. كيف قال؟ من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أنا يكفي رمز. السويق راه خير من خاتم حديد، لا يدير فيه هو يمضغه، هذا سويق ياكل. من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. خلاص. فقد استحل. الحديث الموالي: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. طيب زيدوا هذا مع السويق، بعد نعلين خير من السويق وخير من قارنوا حالكم بما في سنة نبيكم. حتى وإن كان الحديث هذا اختلف فيه ولا موقوف، أقل أحواله أنه قال صحابي، الصحابي يقول لك من عنده، لنفرض أنه موقوف. الحديث الماضي قيل رجح وقفه، طيب الصحابي يقول لك من عنده، كاين خاتم حديد
إذا كان ذا الحديث ما صحش والله قالها صحابي ناخذ خاتم حديث البخاري. زين. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. إما أن يكون منه وإما أن يكون مستقلا، ولكن ما تزوجش على خاتم حديد، وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم حديد. تقول لي تزوج منه قال له التمس له خاتم حديد، قال ما عنديش، وأراد أن يعطيها إزاره، وإزارك يردها عليه مشي ما قبلهاش. علاش ما قبلهاش؟ قال إن أعطيتها إياه بقيت ولا إزار لك. مشي ما قبلهاش، وإنما ما يمكنش يتعرى. زين. وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. هذا حدده ب10 دراهم، وخير الهدي هديه، وقد سبق لنا الأحاديث المختلفة. تفضل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. خير الصداق هذا يجمع كل شيء. خير الصداق أيسره، سهل ما يبنش وما يثقلش كاهل الزوج بالديون. كاين الإنسان اللي يتزوج يقعد 10 سنين يدفع بالديون 10، معنى حياته الأولى مع مرته يعيشها في متاعب جمة وهو يدفع بالديون. هذا مش ما يزوج. خير الصداق أيسر. المرأة اللي فيها البركة هي ما كان صداقها يسيرا، لكن أحيانا هي لا علاقة لها بذلك. أولياؤها هم الذين يفرضون عليها، والناس في غالبهم يقولوا هذا اللي يزوج بنته غير بحاجة واحدة أخرى يحوز غير يتهنى منها. شكون اللي يبغى يتهنى؟ إذا قالها رجل صالح ربما يزوجها غير على جال صلاحها كاع ما يديش. ماشي كاين مرة اللي تزوجت لرجل به يسلم، وإذا تزوجت عالما ليعلمها، هذاك العلم في مقابل الصداق. هذا قال به بعض أهل العلم. تعيش مع رجل صالح مش هذا خير لها من مليار. لهذا العادات نتاعنا احنا أثقلت أمر النكاح وأخرجته عن هدي الشرع. زين أخوي. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها ب3 أثواب، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. هذه امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن بعض النساء قلنا لها إنه يحب أن يسمع أعوذ بالله منك، قيل إنها لقنت هذه الكلمة فقالتها، فأنهى النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بها. ولكن بعض النساء بعض النساء ربما يتسبب لهن بعض النساء الأخريات في إفساد العلاقة بينها وبين زوجها. أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ، طلبت بأن يعيذك، بأن يعني تنجي ولا يصيبك سوء، ولجأت إلى الله، ولهذا طلقها. فطلقها وأمر أسامة حبه فمتعها ب3 أثواب. هذه المتعة التي يعطيها الزوج لمن طلقها، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وبهذا انتهى الكلام على باب الصداق. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه